استشهاد السيدة الزهراء والحسن والحسين يقبلان قدميها وأمير المؤمنين يغشى عليه. عندما فارقت السيدة الزهراء روحها إذ دخل الحسن والحسين فقالا: يا أسماء، ما ينيم أمنا في هذه الساعة؟ قالت: يا بني رسول الله، ليست أمكما نائمة، قد فارقت الدنيا. فوقع عليها الحسن يقبلها مرة ويقول: يا أماه، كلميني قبل أن تفارق روحي بدني. وأقبل الحسين يقبل رجلها ويقول: يا أماه، أنا ابنك الحسين، كلميني قبل أن يتصدع قلبي فأموت. فقالت لهما أسماء: يا بني رسول الله، انطلقا إلى أبيكما فأخبراه بموت أمكما. فخرجا حتى إذا كانا قرب المسجد رفعا أصواتهما بالبكاء، فابتدرهما جميع الصحابة فقالوا: ما يبكيكما يا بني رسول الله؟ لا أبكى الله أعينكما، لعلكما نظرتما إلى موقف جدكما فبكيتما شوقا إليه. فقالا: لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ قال الراوي: فوقع الإمام علي على وجهه يقول: بمن العزاء يا بنت محمد؟ بك كنت أتعزى، ففيما العزاء من بعدك؟ ثم قال عليه السلام: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل.